يمتلكون قدرة على خلق علاقة فورية مع الطرف المتظاهر في سوريا. هذا موضوع معروف، ولكن كما تابعتم المذيع يسخر من لأن موضوع العولقة يتعلق باليمن فقط، ولأن الجزيرة تنتهك خط معين في اليمن، لذلك يتم التقليل بأدوات مختلفة عن طريق الأخبار. كما تابعنا محمد كريشان يتحدث عن جدل، لم نسمع بهذا الجدل، والمذيعة خديجة وهي تتحدث عن حقوق الإنسان. تعرفون أن الراية القطرية هي لسان حال قطر. تابعوا كيف تعاملت مع موضوع اغتيال العولقي بهذا الكاريكاتير. طبعا إذا سألنا أي محلل سياسي من الناحية السياسية، هل سجلت الحكومة اليمنية هدفا سياسيا بعد هذا الحادث، خصوصا أنها تعاونت، هناك تعاون معلن مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أبسط رجل في قائمة المحللين السياسيين سيقول نعم هناك ضربة. لا أدري، الراية القطرية أتت بصورة الرئيس وهو يدق مسمار، ربما أنه المسمار صح والدقة صح، ولكن ليس في قدم الرئيس. في موضوع العولقي دق مسمار ولكن في قدم وربما أقدام أخرى. هكذا يفترض أن نتعامل مع السياسة، ولكن مثل ما شكل صدمة للجزيرة بالتأكيد هو صدمة للديوان الأميري في قطر. هو فقط صدمة لأنه لديهم موقف. يعني الجزيرة تحولت من أولا منحازة للمعارضة وتيار الجامعة، ثم تبنت، واليوم تقاتل. الجزيرة تقاتل عن مشروع بالمطلق هو لا يعنيها، ويا ريت تقاتل بمهنية، تقاتل بمختلف الوسائل اللا مهنية. أيضا سؤال آخر من الجزيرة مباشر، تابعوا كيف يسأل المذيع. قائد، كيف استقبلتم أو هذا التوقيت الذي يتم الإعلام فيه عن مقتل العولقي؟ هل يبحث الرئيس صالح من خلال هذا العنوان الكبير في مقتل العولقي عن سفينة نجاة لوضعه؟ يعني هل هذا سؤال معقول؟ يعني من قناة تطرح نفسها على أن لديها مهنية، يفترض أن تسأل سؤال متجرد. هو وبالذات مذيع الجزيرة، بالذات هذا الشخص أنا لا أتذكر اسمه، ولكن هو من الناس الذين يدفعون الضيوف إلى إجابات معينة. هو لا يطرح سؤال مجرد، هو يطرح سؤال ويذيله كما طرح أن هل كان هذا الموضوع أن الرئيس يبحث عن طوق النجاة، بدلا من أن يطرح الموضوع كجانب سياسي، أي بمعنى ماذا ستفعل المعارضة، هل يمكن الكف عن التقليل من موضوع الدولة وموضوع الرئيس، هل يمكن قراءة السياسة التي تنتهج الآن في معسكر المشترك. لا تطرح هذه الأسئلة، بالرغم أنها أسئلة مشروعة. طبعا لكي نبين أنه عندما يتم التعاطي مع هذا الخبر، كل منبر إعلامي يتعاطى معه وفقا لإما قناعات أو على الأقل بحد أدنى من المهنية، كما فعلت صحيفة الرياض السعودية. ماذا قالت الرياض؟ اخترنا هذا العنوان من الرياض السعودية: أوباما مقتله وجه ضربة قاصمة لتنظيم القاعدة، صنعاء وواشنطن تؤكدان مقتل أنور العولقي في غارة جوية. ركزوا معي في مسألة. أولا، الصحيفة اعتبرت أو أخذت من كلام أوباما أن مقتل العولقي ضربة قاصمة، بينما كما تابعتم في الجزيرة والجزيرة مباشر يتم أولا التشكيك، إبراز الخبر كخبر ثالث، طرح موضوع جدل في الواقع الأمريكي وهو جدل غير لم نسمع عنه، لم نسمع أحد في القيادة الأمريكية السياسية أو العسكرية، بينما
في الرياض السعودية. أيضا توقفت عند صنعاء وواشنطن، أي أن العملية كانت مشتركة، وهذا هو الخبر الصح. بينما حذفت صنعاء، حذفت اليمن من الكثير من وسائل الإعلام، وكان يعني حذف مسيس وحذف مكشوف وحذف مدروس بالنسبة لهذه الجهات. البي بي سي التي يعني يفترض أن تكون الأم الشرعية للجزيرة، كان هناك قدر من المهنية في تعاطيها مع الخبر في ساعاته الأولى. تابعوا هذا العنوان من قناة البي بي سي. طبعا واشنطن تؤكد إعلان صنعاء مقتل أنور العولقي. خلونا أتوقف فقط عند هذا الموضوع. تذكرون اغتيال بن لادن في باكستان؟ الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها ودون علم القيادة الباكستانية السياسية والعسكرية نفذت موضوع بن لادن، ولم يذكر أي طرف باكستاني، أي أن السيادة الباكستانية في موضوع بن لادن كانت غائبة. والمشكلة التي تدار اليوم، الخلاف الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان هو حول هذا الموضوع. بينما في موضوع العولقي باعتراف الأمريكيين، وهذا ما سنوضحه في هذه الحلقة، كان هناك دور لأنه يتعلق بموضوع السيادة. لا يمكن لأحد أن يسمح أو أن يعطي ضوء أخضر أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض اليمنية ما تريد. وربما هذا أزعج بعض القوى السياسية التي يفترض أن تكون في موضوع القاعدة، يفترض أن يكون موقفها موقف واضح وسيحترمها الناس إذا تناغمت مع الدولة في هذا الموضوع. كما قلت أنه في باكستان مقتل بن لادن تم بشكل أمريكي بحت، بينما في موضوع العولقي وهو قيادي كبير في القاعدة كان هناك دورا ملموسا ومعروفا على الأقل للاستخبارات اليمنية. خالد الحمادي في صحيفة القدس أيضا ذهب في معسكر التقليل من هذا الموضوع، حذف موضوع اليمن، ولكن أضاف خالد الحمادي الذي أهنئه على الجائزة التي حصل عليها، ولكن أضاف خالد الحمادي جملة توقفت عندها كثيرا. تابعوا معي كيف عنوان خالد الحمادي مقاله المتعلق باغتيال العولقي. ماذا قال خالد الحمادي؟ فتوى بإباحة دماء المتظاهرين تثير مخاوف من مجازر. اليمن مقتل العولقي بهجوم لطائرة أمريكية. لكي يكسر خبر العولقي بدأ بعنوان، طبعا كلنا تابعنا بيان العلماء، وبالمناسبة أيضا بيان العلماء كان من ناحية تداعياتها السياسية مثل ربما مفاجأة للمعسكر الآخر، ولم يتم التعامل معه بشكل ناضج وبشكل منطقي. عيب أن نقلل من علماء وقعوا على هذا البيان، عيب التعاطي بسطحية وبسخرية مع هذا البيان. الجزيرة طبعا انجرفت في هذا الموضوع وسأعلق عليه فيما يتعلق ببيان العلماء، لكن تابع يعني خالد الحمادي بالرغم أن من ناحية المهنية الخبر الأبرز هو موضوع العولقي، ولكن حتى عندما ذكر العولقي يعني حطه في جانب أنه جانب أمريكي. مقتل العولقي تم بهجوم لطائرة أمريكية. لا أدري كيف استنبط أن الفتوى أباحت دماء المتظاهرين التي قال أنها تثير مخاوف من مجازر. طبعا أنوه إلى أننا ادخلنا على هذا البرنامج الجانب الصحفي لكي نتابع كيف يتم التعاطي صحفيا مع الموضوع اليمني، ونتمنى أن تكون هذه إضافة لهذا البرنامج. قبل الفاصل أقبح ما تعاطت به قناة الجزيرة مع موضوع العولقي، وهو جريمة. أنا أتصور أنها
جريمة حين اعتبرت قناة الجزيرة أن القاعدة في اليمن يمثل حزبا سياسيا كما في هذا الحائط. في اليمن مثلث سياسي كل ضلع فيه ليس على وفاق مع الضلعين الآخرين. نظام علي عبد الله صالح مع بعض الأحزاب التقليدية، تنظيم القاعدة وشباب الثورة. في اليمن مثلث سياسي، في اليمن مثلث سياسي، في اليمن مثلث سياسي كل ضلع فيه ليس على وفاق مع الضلعين الآخرين. نظام علي عبد الله صالح مع بعض الأحزاب التقليدية، تنظيم القاعدة وشباب الثورة. هل هذا معقول؟ قناة الجزيرة تعتبر تنظيم القاعدة في اليمن حزب سياسي، ضلع سياسي، تعتبر الرئيس والمؤتمر والقوى الحليفة له حزب تجمع سياسي، وتعتبر تنظيم القاعدة ضلع سياسي، ثم تعتبر الشباب. طبعا يا ريت الشباب في الجامعة يكون لهم حزب، ولكن منع المشترك على الأقل وفقا لتقديراتنا منذ اليوم الأول أن يتشكل حزب سياسي أو أن يتشكل عنوان. لكن هل معقول هذه تهمة يحق لنا في اليمن أن نوجه تهمة مباشرة للجزيرة وهي تعتبر وتروج لاعتبار أن القاعدة حزب سياسي؟ بعد الفاصل نواصل.